يعني 2006 فجروا، 2009 فجروا، 2010 فجروا بسيارة، 2013 دزوا لي 3 سيارات، 2014 دزوا لي كية وسيارة بطة يم المستشفى. تسرد وحيدة محمد عدد المرات التي جرى فيها تفجير منزلها. السيدة التي تصف نفسها بربة المنزل تعرف أيضا باسم أم هنادي، تحمل السلاح وتقود مجموعة من المقاتلين لمحاربة تنظيم داعش، حيث قاتلت أم هنادي في السابق ضد تنظيم القاعدة أيضا. أنا تعرضت لمحاولات اغتيال، يعني هاي وجهي 4 عمليات صرت بهاي الوضعية، هسه راسي شظايا، هاي رجلي متورمة شظايا على العصاب، الرئة انزرفت، ضلوعي اتكسرت، بس هذا ما منعني اني يعني استمر بقتالي وبطريق الجهادي. أم هنادي فقدت زوجها الأول وكذلك الزوج الثاني خلال هجمات للتنظيم المتطرف الذي قتل والدها و3 من أشقائها. وقتلت ما قتلت منهم، قطعت رؤوسهم، طبخت رؤوسهم بقدور، حرقت جثثهم، فجرت معاملهم، فجرت سيارات. وعلى صفحتها بموقع فيسبوك تنشر أم هنادي هذه الصور القاسية، حيث أطلعنا مقاتلوها على هذا الساطور الذي يقولون إنه استخدم لقطع رؤوس مقاتلي داعش. الجنرال جمعة عنات قائد العمليات القتالية في محافظة صلاح الدين. أبو أنطت شهداء أخوانها وأبوها وزوجها، فمن هذا الباب الانتقام أنه شكلت قوة سموها قوة أم هنادي. وفي الأسبوع الماضي شاركت أم هنادي والمجموعة التي تقودها في معركة دحر مقاتلي داعش من بلدتها شرقاط، وهذا ما خلفه التنظيم المتطرف، عدة ألغام وبعض جثث مقاتليه. يروي لنا هؤلاء الأطفال معاناتهم في ظل سيطرة داعش على منطقتهم. لا أكل لا مدرسة لا شيء، كل شيء ماكو والله. اي والله دمرانا، كان البصل ماكو مدرسة. لأن هالمرة إذا ضاع العراق بعد رجعناه، بس هالمرة إذا ضاع صعب الرجعة بعد.